في 1972 12 كتاب بعنوان وقائع من المستقبل، قصة ليوميات أماديوس. اللي كان غريب جدا إن الكتاب بيتكلم عن يوميات أماديوس بس مش في واقعنا، ولكن يومياته في سنة 3906. أيوة، الرقم اللي سمعته صح، سنة 3906. خليني أخدك معايا في قصة شخص نام سنة كاملة من 1921 ل 1922، ولما يفوق هيحكي لينا إيه اللي جاي دلوقتي. أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول ايه. أماديوس اتولد في سويسرا في 1884. كبر وأصبح معلم للغة الفرنسية والألمانية. كان بيحب واحدة ولكن سابته علشان واحد أغنى منه. الموضوع ده أثر بشكل كبير جدا في نفسيته، اللي دخل في حالة من الاكتئاب الشديد. في سنة 1917 أصيب بمرض جاله بشكل غامض، والمرض ده هو التهاب الدماغ السباتي المعروف باسم مرض النوم. في حقيقة الأمر المرض ده كان متفشي جدا في أوروبا في الفترة ما بين 1916 ل 1924. المرض ده كان بيجي للشخص على هيئة غيبوبة، وممكن الغيبوبة تطول. في ناس قدرت ترجع بعد فترة من الغيبوبة وناس تانية لأ. المرض ده عند أماديوس جاله بشكل تدريجي، إن فجأة يجيله النوم لشوية دقايق، وأحيانا تانية لأيام قليلة. لما كان بينام خلال الفترات دي ما كانش بيفتكر أي حاجة في حلمه. في سنة 1921 الحالة ساءت عنده، ودخل في غيبوبة نوم لمدة سنة كاملة، وتم نقله للمستشفى لمتابعة أعضائه الحيوية والتنفس. ولما فاق بعد سنة كاملة من الغيبوبة وبدأت صحته تتحسن شوية، سافر لليونان وبدأ يدرس اللغة الفرنسية. ومن خلال عمله كمعلم كان في واحد من الطلبة عنده كان مقرب جدا منه. الطالب ده تفوق وأصبح من الناس المشهورين جدا في اليونان. سنة 1924 بدأت حالة أماديوس تسوء، فقرر إنه يرجع موطنه الأصلي سويسرا مرة تانية. ما كانش عنده أي قرايب. أماديوس كتب مذكرات يومية له وعملها في كتاب وأهداها للطالب بتاعه اللي كان مقرب ليه. الغريب ما كانتش إن اليوميات والمذكرات دي مش عادية، لأنه كان بيتكلم فيها عن السنة اللي انقطع فيها عن عالمنا، وكان في غيبوبة لمدة سنة كاملة. بدأ أماديوس يفسر إيه اللي شافه خلال السنة دي. صدقني التفاصيل هتذهلك. تعال نشوف إيه اللي كتبه وإيه اللي شافه. مبدئيا الكتاب عبارة عن 800 صفحة. في بداية كلامه بيقول أماديوس إنه ترك جسده ودخل جسد شخص عايش سنة 3906. خدوا بالكم من اللي جاي. الطالب اللي خد مذكرات دي بيأكد إن أماديوس ما كانش شاعر أو روائي أو له جوانب خيالية علشان يألف قصص أو أحداث مش موجودة في واقعنا. أماديوس بيقول في مذكراته: استيقظت في جسد شخص يدعى أندرياس، واللي كان في مستشفى بيتعالج من حادثة اصطدامه بسيارات طائرة. أماديوس كان مذهول من التكنولوجيا اللي كانت موجودة في التوقيت ده، وكانت اللغة اللي بيتكلم بيها الأطباء ما كانتش مفهومة بالنسبة له. بيكمل كلامه ويقول إن البشرية هتعيش في نظام عالمي جديد بينتشر فيه الفقر والعنف، وهتصل البشرية لمرحلة اكتظاظ بشري بالسكان على الأرض، وهيتم بناء مستعمرة على المريخ لنقل مجموعة من البشر لتقليل كثافة السكان. سنة 2309 هيتم القضاء على جميع سكان أوروبا تقريبا، وده بسبب حرب نووية، وبدأت الهجرات من أوروبا. في بداية القرن الرابع والعشرين هيتم إنشاء حكومة عالمية جديدة، وهيتم فيها توحيد كل القارات والبلدان، وهتخلي كل سكان الأرض جزء من أمة واحدة. سنة 2894 هيتم ولادة قوة روحية جديدة في مكان قريب من مقدونيا. الكيان الروحي الجديد ده هيخلي حياة البشر أكتر سهولة وسعادة. سنة 3382 هيظهر رجل اسمه، وركز في اسمه معلش، اسمه أليكس مناديا. هيكون نموذج لقوة الوعي البشري من خلال التأمل، وهيقدر يتحكم في المواد الكيميائية داخل الأجسام، واللي من خلالها يقدر يتحكم في المشاعر.
الكتاب بيأكد على إن الفترة ما قبل 2300 هتكون أسوأ فترات البشرية، هتكون مليانة حروب وصراعات وفقر ومجاعات وكوارث بيئية، ومش هيكون في غذاء كافي للعالم. هيتم استعمار المريخ في سنة 2100، وهيتم نقل حوالي 20 مليون نسمة علشان يعيشوا على المريخ. بيأكد أماديوس في كتابه على إن البشر هينجوا من كارثة سنة 2396، وهيتم تكوين حكومة عالمية جديدة، وهتكون اختيار الحكومة الجديدة دي عن طريق الانتخابات المباشرة، وهيكون معظم الحكومة من العلماء والمهندسين. أما بالنسبة للفترة ما بين 2600 ل 3906 هتكون فترة ازدهار البشرية. هنعرف أكتر عن الشمس والغلاف الجوي، هيعرف البشر تاريخ الكون منذ مليارات السنوات، هيتم بناء مدن في مجرات مختلفة، كل شخص هيكون ليه ملابس مجانية، طعام مجاني، ووسائل نقل مجانية. هيحصل تطور كبير في عدد ساعات العمل، يعني هيكون على الإنسان العادي إنه يشتغل 2 فقط خلال حياته. مش هيتم ذبح الحيوانات، وهيكون الاعتماد الكلي على النباتات في جميع أنحاء العالم. السؤال بقى، بعد كل ده تتوقع يكون الكلام ده فعلا حقيقي؟ خد بالك أنا سايب لك في صندوق الوصف الكتاب، تقدر تنزله وتترجمه وتشوف. بس خلينا نتكلم، هو ده ينفع أصلا؟ اللي سمعناه إن شخص ينتقل لعالم في المستقبل ويشوف إيه اللي حصل ويرجع يحكي. خليني أكلمك على وجهة نظري التي لا تستند على أي أساس علمي. عالم الأحلام هو عالم غير مفسر بالنسبة لينا، بمعنى لما أنا وإنت بنحلم بنعيش تجربة حقيقية بكل تفاصيلها. وإنت نايم بتتعور وبتاكل وبتشبع وبتجري وبتقع وتحس بالكدمات وتحس بالخوف، وبتشوف ناس إنت عمرك ما شفتهم، وبتتواصل مع أشخاص ميتين وبتتعامل معاهم. بتدخل تجارب إنت في الحقيقة ما عشتهاش، زي مثلا إنك تغوص في البحر وتعوم، وإنت ممكن تكون في الحقيقة ما بتعرفش تعوم، بس في حلمك عرفت واتعاملت. السؤال، هل روحنا وهي نايمة بتشوف المستقبل؟ بتتعامل مع عالم تاني موازي لينا غير خاضع للقوانين بتاعت عالمنا؟ كم مرة نمت وحلمت وحسيت إنك بتتخبط وبتقع من فوق ارتفاع كبير، وبتقوم بتنهج ومخضوض أو حاسس بكدمة في مكان ما في جسمك؟ هل ده صدفة؟ أو إيه هو تفسيره؟ خد بالك أماديوس في مذكراته لما وصف المستقبل، هو على فكرة ده سهل يتحقق على أرض الواقع دلوقتي. يعني على سبيل المثال، اكتظاظ الأرض بالسكان ده فعلا حاصل، والمعدل اللي الكثافة السكانية ماشية بيه دلوقتي أكيد نتوقع إن على مدار 300 سنة الأرض هتبقى مستوعبة كمية مهولة من السكان. الاختراعات والتكنولوجيا دلوقتي تقدر تعملك عربية بتطير زي الطيارات، التلسكوبات اللي بترسل لنا صور لماضي الكون، قادر كمان سنين من العلم يرصد لنا تاريخ الكون بتفاصيله. تعال بقى للفكرة المهمة. أماديوس قال في قوة روحية هتبقى موجودة متمثلة في شخص اسمه أليكس مناديا. هو ممكن يكون ده المهدي؟ واخد بالك من التشابه؟ المهدي مناديا. الإمام أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجلا من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. خد بالك أنا بحاول أفسر، مش بديك دليل علمي. في الشريعة الإسلامية هتحل على الأرض في نهاية الزمن عصور فوضى وفساد ودمار للبشرية، وهيرجع العدل والرحمة مرة تانية. أوروبا دلوقتي على صفيح ساخن من مشاكل سياسية بين دول كبيرة ومصالح مشتركة ودول متكتلة مع دول تانية، وكل دولة بتحاول تفرض سيطرتها وقوتها على حساب الآخرين، وده يخلينا نتوقع وجود كوارث نووية في المستقبل القريب. فخليني أقولك تقريبا معظم اللي حكاه أماديوس وارد جدا إنه يتحقق، لأننا بنشوف مقدمات حاليا ليه. حتى مصطلح حكومة عالمية ونظام عالمي جديد ده مصطلح بنسمعه من قيادات لدول كبيرة وسياسيين. بس خد بالك أنا بقول دلوقتي، يعني في عصرنا الحالي. أماديوس بقى كتب ده سنة 1922، يعني من المستحيل يكون العلم زي دلوقتي، وفكرة الحروب النووية ما كانتش ملفتة قوي زي دلوقتي. كمان فكرة استعمار المريخ ما كانتش متوفرة قوي في الوقت ده. علشان كده
الاكتشافات والمشاريع والأبحاث العلمية اللي موجودة قدرت اللي هي توصلنا لتفكير إن إحنا دلوقتي ممكن نقدر نوصل للمريخ، وممكن كمان نعمل فيه مستعمرات. صدقني أنا زيك، ما بين إني مش مصدق طبعا اللي اتقال في المذكرات، وما بين إنه وارد جدا جدا يحصل في المستقبل القريب، خصوصا إن الراجل بيكتب أحداث بتواريخ وسنين، مش كلام عشوائي، كلامه منظم ومرتب، كأن شخص بيحكي واقع وهو كان موجود فيه. في النهاية انت ايه رأيك؟ مصدق ولا لأ؟ عندك تفسير للي سمعته ولا لأ؟ من فضلكم شاركوني في التعليقات عن رأيكم، خلينا نشوف الكلام ده صح ولا لأ. أنا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول ايه.